يوم في حياة عندها 21 سنة. فلوج النهارده طويل من الفلوجات اللي انتم بتحبوها، فكملوا الفيديو للآخر. أول حاجة بدأت اليوم البداية اللي أنا باحبها واللي كلكم خلاص اتعودتوا عليها، بس أنا الفترة دي باجرب غسول ومرطب جداد من شركة اسمها كيارا، فلو حد جرب يا جماعة المنتجات بتاعتهم يقول لي، لأن أنا سمعت هايب كتير قوي وكلام كتير قوي عليها. فأنا باجرب دلوقتي الغسول بتاعهم والمرطب. بصراحة المرطب ولا غلطة، يعني أنا جربته كذا مرة. حلو قوي على الرغم ان هو كريم، فهو خفيف جدا جدا. بعد كده بقى هاسرح حواجبي، هاحط بلاشر، هاحط شويه ليب جلوس، الحاجات اللي احنا بنعملها عشان احس ان انا صاحيه وفايقه كده. وهاحط بقى بادي سبلاش، انا باحب احط الصبح روايح هاديه كده. كنت جايبه بقى الحاجات دي امبارح، كنت جايبه المساحه اللي هي سبراي دي، كان نفسي فيها قوي قوي من زمان. وناس كتير قوي بتقول ان هي حلوه وتنفع للمسح اليومي وكده، بما ان بلاط الشقه عندي ابيض ودايما دايما ما بينضفش، فانا جبتها. جبت كمان النتيجه دي عجباني قوي وشكلها كان حلو. وجبت السكينه دي ودخلت بقى يا جماعه على المطبخ. زهقتوا من المطبخ؟ انا والله كمان زهقت، بس هعمل ايه بجد؟ المطبخ دايما عندي مش عارفه فيه ايه بالظبط. الرخامات السودا بتحتاج تلميع دايما. دايما المطبخ عندي مكركب، انا مش عارفه ايه السبب بصراحه، بس الحمد لله يعني ان في حياه وفي كركبه وفي مواعين واحنا بصحه كويسه. انا بصراحه مؤخرا يعني بقيت احب الروتين وبقيت احب اليوم العادي. والله يا جماعه الحياه بره البيت مرعبه بجد، التعامل مع الناس والاحتكاك بالناس. انا كائن بيتوتي جدا، بحب البيت. احيانا بتجيلي فترات كده انا مش عايزه اقعد في البيت، انا عايزه اطلع بره، اخرج كل يوم. وبخرج كل يوم، واحيانا لا، اوقات كتير قوي قوي. باحب البيت وباحب اقعد في البيت وكده. طبعا يا ولاد احنا مالينا غساله الاطباق مع بعض، ومالناش دعوه بالناس اللي بتقول دي غساله الاطباق مش مهمه. اوكي براحتكم، خليكم انتوا في عذاب غسيل المواعين، وخليني انا بغسل بس الكوبايه والازازه دول، لان هم ما بيدخلوش غساله الاطباق. والمره 999 اللي اعمل فيها الرخامات وانضفها، وبرده اي تراب، اي شويه تراب بترجع ولا كانها اتنضفت بقالها 10 سنين. خلصت بقى رخامات المطبخ كلها، وقلت هدي كان سريعه كده للمطبخ. وده كان شكل المطبخ لو تشوفوا شكله قبل، انا ما رضيتش اصور لكم. عملت بقى كوبايه نسكافيه، وعملت لي سندوتش جبنه عشان كل ده انا ما كنتش لسه فطرت. دخلت بقى على التسريحه، وتاني كارثه في البيت هي التسريحه. مش بتنضف مهما اعمل يا جماعه، والله العظيم كل مره بنضفها وبمسحها وبقول خلاص هحافظ عليها، خروجه واحده بس تلاقي الدنيا قامت ما قعدتش، والتسريحه زي ما انتم شايفين كده. فالتسريحه دي انا كنت عاملاها امبارح، فما كانتش متوسخه قوي، فانا جبت مناديل مبلله، رجعت كل حاجه مكانها. وجبت مناديل مبلله، مسحت كده سطحها بسرعه. وشلت الحاجات اللي على الكومود برضو بالمناديل المبلله، الحاجات دي انا كنت مسحاها، فالمناديل المبلله بتنقذني في المواقف دي. رجعت كل حاجه مكانها، ودخلت على المطبخ تاني علشان هعمل غدا النهارده. وغدا النهارده اكله انا بموت فيها. ولو سالتوني ممكن تاكلي ايه بقيه حياتك، انا ممكن اقول قرنبيط، اكل بقيه حياتي قرنبيط. المهم حطيت ميه وقطعت القرنبيط وحطيت فيها كمون، بحط في ميه سلق القرنبيط كمون. وهعمل الخلطه معاكم، وانا بعمل القرنبيط يعني بهرسه وبعمله زي البرجر كده. ما حوار بصراحه ان انا اعمل القرنبيط زي ما هو كده، لا ما بحبوش. حطيت بقى 3 بيضات، وحطيت لبن، دقيق، بهارات، واهم حاجه شبت. وقليته زي ما انتم شايفين، باخد بالمعلقه بتاعه الايس كريم، وده كده بيكون